دابا الا سولتك واحد السؤال وقلت لك واش عندك هدف في الحياه، كاين اللي غيجاوبني باه وكاين اللي غيجاوبني بلا، ما عارفش. وكاين صنف اخر هذاك بوحدو، كاين اللي غيقول لي الهدف ديالي هو نشري طوموبيل، نمشي لبرا، نتصور مع الالعاب ديال الكره، نتصور مع ممثل. المهم هاد الاجوبه انا ما كنعتبرهاش من اهداف الحياه، لانه الهدف في الحياه خاصو يكون شي حاجه كتفسر مستقبلك. نرجعوا للناس اللي غيجاوبوا باه عندي. هاد الصنف بالضبط كيتعتبر من اقل الاقليات تماما كيف ما سمعتي، لانه نسبه صغيره بزاف ديال دوك الناس في الحياه اللي راسمين هدف في حياتهم وباغيين يوصلوا ليه. غنقول لك تبارك الله عليك، كمل هكا وراك غادي توصل ان شاء الله، غير زيد خدم شويه. اما اللي غادي يجاوبني بلا فانت سيدي من الغالبيه في هذا العالم اللي ما راسمينش هدف في حياتهم، غا عايشين حتى لواحد الوقت غادي تجي تشوف شنو كاين، غتلقى فات الفوت. اللي خاصك تعرف اخويا ولا اختي ان هذه الغالبيه كتمثل 95% من الناس في العالم اللي ما عندهمش هدف في الحياه. هذه العباره بصح كتخلع، ولكن الناس راه ولات غير عايشه، ما كتشوفش بعيد لمستقبلها. اليوم بالضبط غادي نعرفوا كيفاش نحددوا هدف الحياه، كيفاش نخدموا عليه، وكيفاش غادي نوصلوا له. خليني نسولك واحد السؤال. عندنا واحد البلاصه مثلا بعيده شويه والطريق ديالها معنكشه باش توصل ليها. عندنا جوج ديال الناس، واحد ما عنده حتى شي حاجه باش يمشي ليها، لا طوموبيل لا تليفون لا والو، وشخص اخر عنده في التليفون ديالو الماب فيها الطريق اللي غيدوز منها باش يوصل لهذيك البلاصه. شكون في نظركم غادي يتعذب اكثر باش يوصل لهذيك البلاصه؟ شكون غيبقى تالف وما عارفش راسو فين؟ يعني كون انك في هذه الحياه بلا حتى شي هدف، راك عايش بلا حتى شي خريطه اللي تدلك على المستقبل. من بين اكثر الحوايج اللي غتعيشها باش كيكون عندك هدف في الحياه هو انك دغيا كتوصل لذاك الهدف كيف ما كان، طريق قدامك، وحتى من القرارات اللي كتاخذ كيكونوا في محلهم. والاهم كتكون فرحان بزاف في حياتك، خصوصا بدوك الاهداف اللي كتحققهم في اسرع وقت. راك تما فيلم. في الستينات غادي يوضع عالم النفس الامريكي ادوين لوك مبادئ تحقيق الاهداف. علاش؟ باش يلقى الانسان الحافز باش ينفذها ويوجه السلوكيات ديالو بناء عليها. واهم حاجه هي يرفع من الثقه في نفسه ويامن بامكانيه تحقيقها. هكا كتوضح الصوره قدامك، لان الوضوح كيخليك ديما تلقى الدافع المستمر اللي غيغذي الرغبه ديالك في الالتزام. حاجه اخرى واللي مهمه، كتولي تفرض على راسك التحدي كيفرض عليك تفيق في الصباح وديما تقدم في ذاك الاتجاه باش تقدر تعطي تقييم لذاتك مع الوقت، او لا تسمع تقييمات على خدمتك من طرف الاخرين. هذا الشيء في حاله ما كان الهدف ما كيشملكش بوحدك وغيدخلوا فيه الاقارب، بحال تنجح في الدراسه مثلا، ترقى في الخدمه، وهي غاده وبزاف ديال الامثله. وعلى ذكر تقييمات الاخرين، اراء الناس مهمه بزاف باش تضبط البوصله ديالك وباش الدماغ ديالك يفرز الدوبامين كثر وكثر. مهم بزاف نسمعوا تشجيعات من الناس اللي قراب لينا اللي غيحفزوك تزيد تكمل في هذاك العمل. ومن جهه اخرى خاصنا نحددوا اهداف بعيده المدى. علاش؟ لانها هي اللي كتضمن يتحققوا هذوك الاهداف الصغار في طريقك للنهائي، كتفهم بهم طبيعه الوقت وكيفاش عمليه تحقيق الاهداف معقده. يقول عالم النفس الامريكي مارتن سيغلمان بلي سعاده الفرد ورضاه في حياته كيتمثلوا في تحقيق 5 ديال المتطلبات، وجمعها في نموذج واحد وسماه بيرما، واللي هما المشاعر الايجابيه، الانخراط في التجارب، العلاقات الانسانيه بشتى اشكالها، ومعنى يكرس له المرء حياته، وانجازات مستمده من هذا الشيء كامل اللي قلنا من قبل. اي بمعنى اخر، اهداف الحياه هي اللي كتمنحنا القدره على تحمل الصعوبات والمشاكل اليوميه والروتين الممل اللي فيها، وكتخلينا نستمتعوا بشعور الانجاز. شعور ديال الانجاز، اي خطوه درناها نحو هذاك النجاح حتى من السعي للحياه الافضل كيؤدي بنا للسعاده اللي كنقلبوا عليها. طولنا شويه هنا ياك، معليش، المهم هو تكون وصلت الفكره. دابا غادي ندوزو لكيفاش نختار هدف في الحياه. باش نقدروا نضمنوا هذه القضيه خصنا ندوزو بمراحل مهمه وغادي نذكروها دابا النيت. خليك معايا. اول حاجه، اختيار هدف ذكي. في اعياد الميلاد بعض المرات كتشد ورقه والسيلو ولا كتدخل النوط وكتبدا تقيد هذا العام غندير هذه وكتعمر هذاك الشيء على حساب النشوه ديالك، كيغلبوا عليك المشاعر، وتقدر بعض المرات تكتب شي حوايج اللي مستحيل تحققها مع بعض في دقه. وهذا هو الخطا اللي كيوقع فاش كنبغيو نحددوا اهدافنا. الاهداف الصحيحه واللي مناسبه لنا ما كتقيدش في اعياد الميلاد، كتقيد في الوقت المناسب اللي كطيح علينا هذيك الفكره ولا في الموقف اللي كنتحطوا فيه وكيجرنا لذاك الهدف اللي خاصو يتحقق. تما بالضبط كيتولد الهدف الحقيقي اللي خاصو نخدموا عليه وماشي على حساب الشهوات ديالنا. هنا سيدي كنتقلوا من تحديد الهدف بذكاء لاختيار الهدف المحدد والواضح. بتفسير اكثر،
الهدف اللي خاصنا نحطو خاصو يكون واضح وبسيط واللي نقدروا من بعد نخرجوا منه اهداف صغيره اللي توصلنا لتحقيقه. بحال مثلا غتقول لي بغيت ناخذ منحه هذا العام باين وواضح ويمكن يتقسم بزاف ديال الاهداف صغار. بحال مثلا دوله كوريا مثلا بغيتي المنحه ديالها غتقول غنخدم على اللغه الكوريه ديالي نزيد نطور منها شويه. ايضا غتزيد هدف صغير مثلا نخدم على راسي كيفاش نقدم راسي باحسن صوره. هادو بالضبط راهم اهداف صغار اللي الا تحققوا غادي نقدروا نوصلوا لهدف كبير اللي حطيناه في الاول قدامنا. اما الا قلتي بغيت نولي ذكي مثلا هكا راك ما حطيتيش هدف واضح وبسيط، مراحل ديالو ما بيناش، خليتيه مفتوح لما لا نهايه، لانه غيتفرعوا منه بزاف ديال الاهداف اللي اولا مستحيل حيت كل وحده كيفاش غتكون، ثانيا ما غيكونوش اهداف صغيره، غيكونوا حتى هما اهداف اخرى كبيره اللي فيها تفرعات وتفرعات، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. ولكن الا قلتي خاصني نحسن من مستوى الاستيعاب ديالي غنبدا نخدم بعض التمارين ساعه كل نهار مثلا، هكا راك حددتي. ما كاينش اهداف اخرى، كاينه ساعه قدامك تواظب عليها ومن بعد راك خدمتي على الذكاء ديالك، راك تما فين. الموتيفاسيون شي حاجه ضروريه ولكن خاصك تبدا من راسك. الا ولفتي لراسك كتقول انني غادي ننجح، غادي تنجح في الوصول للهدف ديالك، وما تحاولش تعود راسك على الفشل او لا تفكر انك غادي تفشل. وباش تبعد من هذه القضيه ما تحاولش انك تحط اهداف مستحيل انك تحققها ولا فيها نسبه كبيره انك تفشل باش تحققها، لانك هكا كتهرس الثقه ديالك في نفسك وما كتخليكش تزيد ترسم اهداف اخرى قدامك في المستقبل. نديروا اهداف معقوله قدامنا، نموتيفيو راسنا ونبداو في تحقيقها. رابعا السعد للعراقيل. هذه المرحله بالضبط خاصك تكون مستعد لها بكل القوه ديالك، لانك هنا ما كتخدمش واحد التمرين ديال الماط بغيتي تحسب 3 زائد 2 غتحسب بصبعك 1 2 3 4 5 وانت وصلتي للهدف ديالك ولقيتي الجواب اللي هو 5. لا سيدي، هنا كنهضروا على الاهداف اللي صعيبه، اهداف اللي خصها تماره، خصها خدمه. يعني من الاخر ضروري من العراقيل، ضروري من المشاكل اللي خرجوا لك، ضروري من شي هدف من الاهداف الصغار يفشل وتعاود من الاول، ضروري من هذا الشيء. الاهم هو تخليك ديما بنفس القوه والثقه في النفس ديالك، ديما الموتيفاسيون باش تقدر تكمل وما تهمك حتى شي حاجه من هذا الشيء. ركز في حاجه واحده وهي ديال المستحيل باش توصل للهدف الكبير ديالك. يعني في الخلاصه خاصنا نعرفوا كيفاش نختاروا الهدف بذكاء، نحطوا صياغه لهذاك الهدف اللي تكون واضحه وبسيطه وما فيهاش غموض، نخرجوا منه اهداف صغار اللي غيكونوا هما الخطوات باش غادي نمشيو عليها باش نوصلوا للهدف الرئيسي وننجحوا فيه. والاهم نموتيفيو راسنا براسنا ونتلقاو الموتيفاسيون من الناس اللي قراب لينا، ما نزعزعوش الثقه ديالنا في نفسنا مهما كانت العراقيل اللي غادي نواجهوها. وكيف ما ديما راك تما فين، خدم على راسك. كان هذا هو موضوعنا ديال اليوم، كنتمنى اني قدرت نوصل لكم الفكره بطريقه واضحه وبسيطه. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وكذلك المواضيع اللي بغيتو يكونوا فيديوهات جايين. وهذا مكان دمتم سالمين.